البداية كانت حلم وانتهت بتحقيقه بعد قصة معاناة كبيرة جدا. الحلم لما سيدنا يوسف عليه السلام راح لأبوه سيدنا يعقوب وقال له: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فكان رد سيدنا يعقوب عليه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. طب إيه السبب؟ السبب إن إخوات سيدنا يوسف كانوا بيغيروا منه، لأن سيدنا يعقوب كان بيحبه أكتر منهم، ومن بعده أخوه الصغير بنيامين. طب ايه السبب اللي يخلي اخواته يتضايقوا لما يعرفوا حاجه زي كده؟ السبب ان سيدنا يوسف من صغره وهو شخصيه كاريزما، شخصيه بتقدر تتعامل كويس جدا مع الناس وبتقدر تكسب حب واحترام كل اللي حواليها. ومن بعده اخوه بنيامين عكس بقيه اخواته. وكمان لما سيدنا يوسف راح بلغ حلمه لسيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب بما انه نبي فهم ان دي ممكن تكون اشاره ان ربنا اختار سيدنا يوسف انه يكمل المسيره بعد.